السلام عليكم ورحمة الله. معكم أحمد نظمي. هنتكلم عن موضوع بعيد شوية عن مجالنا، مجال شبكات الحاسب الآلي. هنتكلم عن الماركتينج أو التسويق. أنا بسجل الفيديو ده علشان بحكم خبرتي أو الفترة اللي أنا شفتها في سوق العمل أو السوق بصورة عامة في مصر خلاني أقول مفيش تسويق في مصر. أي حد هتقعد معاه عشان يعمل لك خطة تسويقية، لو أنت عندك شركة بتقدم خدمة أو برودكت، اي حد هتقعد معاه عشان يعمل لك خطه تسويق هتلاقيه بيقول لك التالي: انا هنزل لك اعلانك في صفحه فيها مليار لايك، هخلي الفيديو بتاعك يشوفه 500 مليون مشاهد، هبعت لك اعلانك ل 1000 مليون ايميل. كلام غريب كده قائم على الدعايه فقط. الكلام ده جميل بس ده جزء صغير جدا من الماركتينج. الماركتينج في حقيقه الامر قائم على 3 محاور او 3 اقسام. واحد ماركتير او واحد خبير ماركتينج، ده ليه التيم بتاعه اللي بيشغل معاه، بيوجه قسمين تانيين، قسم سيلز مبيعات وقسم ادفرتايزمنتس او دعايه. بتاع الماركتينج ده بيروح يقعد مع صاحب الشركه اللي بتقدم الخدمه او البرودكت، بيعرف كل حاجه عن الخدمه او المنتج، تفاصيله، مزاياه، عيوبه، بيبتدي يعمل الريسيرش بتاعه او الابحاث بمعاونه الفريق بتاعه. بعد كده بيوجه قسم الدعاية وقسم المبيعات انه يوصل الصورة اللي هو وصل لها هو والفريق بتوعه للناس او للفئة المستهدفة. ده المفروض يعمله الماركتينج. الاهم من ده كله واللي احنا مش واخدين بالنا منه ان لازم العميل يجي يشتري المنتج من بتاع الماركتينج، لازم يجي يدفع عند بتاع الماركتينج. ليه بقى؟ علشان بتاع الماركتينج يجيبه لي جاهز انا كصاحب الشركه، ياخد مني البرودكت او السيرفيس وياخد مني خدمه ما بعد البيع. ولما يجي يحاسبني بتاع الماركتينج يقول لي انا متفق معاك على 10%، فانا جبت لك ال1000 جنيه اهي، انا عايز 100 جنيه عليها. ما يجيش يقول لي بقى انا بعت لك 500 واحد، ازاي تقول لي ما فيش غير 5 بس اللي اشتروا؟ لا، انا عايز حساب 500 واحد. ده ما بيحصل، المفروض ما يحصلش. وبالتالي الدفع بيبقى مع بتاع الماركتينج او في شركه التسويق. بيجيب لي العميل دافع جاهز، يا دوب بيسلمه لي ياخد البرودكت وخدمه ما بعد البيع. لكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده مش ماركتينج تماما. وللاسف شركات كتير وشركات كبيره شغاله بنفس الكونسبت او بنفس النهج. هنزل لك اعلانك في كذا وكذا وكذا و500 مليون جريده رسميه وحاجات غريبه كده. ده اعلان، ده جزء صغير جدا من الماركتينج. لو احنا اتوجد عندنا شركات شغاله بكونسبت الماركتينج الصح اللي انا قلت عليه ده، هنلاقي الارباح بقت كويسه جدا، ارباح كبيره، والفرق في الشغل برضو كبير، علشان في ناس كتير بتضيع وقتها في التعامل مع ناس ماركتينج غلط، بيضيعوا لهم وقتهم لان شغلهم كله قائم على الدعايه بس، وبالتالي التانيين ما بيحصلوش حاجه. لكن لو بتوع الماركتينج او الشركات اللي بتقدم البرودكت والسيرفيس تعاقدت مع شخص وهي فاهمه يعني ايه ماركتينج، عشان لما تسمع منه تتاكد اذا كان ده فرود او بيضحك عليها ولا لا، ده هيفرق كتير جدا مع الشركات انها تستثمر وقتها صح، ما تضيعش وقتها مع الناس الغلط. وفي نفس الوقت الشركات الاخرى اللي بتقدم الماركتينج لازم تعرف الكونسبت الصحيح للماركتينج، ولازم تعرف انها بكده فعلا تقدر تحقق ارباح لما هي اللي تستلم فلوس العميل. كده هي بتضمن فلوسها اولا، تاني حاجه بتبقى عارفه هي شغاله صح ولا غلط. انا ما شفتش شركات شغاله كده بالذات في مصر او في العالم العربي، كلهم سواء صغيرهم او كبيرهم اللي انا اعرفهم شغالين بنفس الكونسبت، كونسبت الدعايه. يا ريت لو في حد عنده شركه شغاله بالكونسبت الصحيح للماركتنج يكتبها لي في الكومنتس، لكن حتى الان ما شفتش اي شركه شغاله بالكونسبت الصحيح للماركتنج. عشان كده انا سجلت الفيديو عشان اقول فيه مفيش ماركتنج في مصر. شكرا.